لو لغيت الكربوهيدرات خالص من النظام، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا اعرف. اول حاجة هيحصل نزول سريع جدا في الوزن، بس يا خسارة مش نزول في الدهون. النزول هيكون اولا من المية اللي في جسمك، وتاني حاجة هتحصل انك هتتعب جدا وهيجيلك نقص في الطاقة وارهاق وتعب شديد، لان الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة في الجسم. ومش بس كده، تالت حاجة واوحش حاجة، هيجيلك نهم للسكريات وفجأة وجوع في أوقات صعبة جدا وبالذات بالليل. وآخر حاجة، مش بس كمان هتبدأ تخسر المية، لا كمان هتخسر العضلات أكتر ما الدهون. يعني التارجت بتاعك والهدف اللي انت عامله مش هيكون هو الهدف اللي حصل. عشان كده لازم تاخد نسبة كربوهيدرات في نظامك الغذائي، حتى لو نسبة بسيطة، لأن كمان نسيت أقول لكم إن نقص الكربوهيدرات ساعات كمان بيعمل مشاكل في الإمساك. ساعتها هيبقى احسن حاجة ان احنا ناخد بالانسد دايت، في كارب وفي بروتين وفي دهون صحية، بس النسب هي اللي محتاجة تتظبط. وعشان النسب تتظبط فانت محتاج حد مختص يساعدك في تظبيطها، مش تقللها خالص او تلغيها. ودمتم بخير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.